من الجيركن ده هنعمل فكرة هتفيدنا جدا. اول حاجة هرسم الرسمة اللي انا بس همشي عليها، وجزء بمعنى اصح اللي انا هحتاجه من الجيركن اللي قصادي ده زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بالكتر هبدأ امشي كده على الخط اللي انا رسمته واحدة واحدة. ونخلي بالنا واحنا بنستخدم طبعا اي آلة من الآلات دي. ممكن لو عندنا مسدس اللي هو بنسخن بيه هيبقى الموضوع اسهل من كده، بس انا بصراحة ما عنديش، فمضطرة ان انا استخدم الكتر وبس زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بدأت اساوي الاجزاء اللي انا شايفاها مش مظبوطة برضو بالمقص، وبمنديل مبلول او عليه كحول ببدأ اشيل القلم اللي انا معلمة بيه، وبتشال بمنتهى السهولة الصراحة، لان هو كان قلم ماركر يعني فعادي. وبعد كده بدأت ارسم الجزء اللي انا هفرغه عشان هيبقى اليد بتاعت المنظم اللي انا هعمله. زي ما احنا شايفين كده الموضوع سهل وبسيط خالص. وزي ما عملت هنا هعمل الناحية التانية وهيبقى بالشكل ده. وبعد كده ده جزء من بنطلون جينز كان قديم عندي، وحبيت طبعا استغله في الافكار اللي انا بعملها. هاخد جزء صغير بس من ده الرجل بتاعته طبعا، وهقص الجزء اللي انا محتاجاه بس اللي انا هغطي بيه الجيركن بتاعي. وطبعا هبعد عن الخياطات دي علشان انا هحتاج الجزء اللي هو المتني ده بعد كده في افكار تانية، فحاولت ان انا ما بوظهوش يعني. بس خدت الجزء اللي انا محتاجاه بس، وهبدأ احطه بقى على الجيركن بتاعي. وطبعا هنستخدم مسدس الشمع، ولو مش عندنا ممكن نستخدم غيره، مفيش مشكلة خالص. بس انا بحب مسدس الشمع لان هو بصراحة يعني بينجز معايا في الوقت علشان يعني بينشف بسرعة. زي ما احنا شايفين كده هبدأ اغطي العلبة الجيركن داير ما يدور كده بالبنطلون بالقماشة اللي عندي بقت. الفكرة سهلة وبسيطة، وممكن نكون شفناها طبعا في فيديوهات قبل كده، بس انا حبيت اعملها بشكل جديد، او بمعنى اصح بافكار كتيرة. واللي عنده اي خامة من الخامات اللي مستخدمة طبعا في اي فيديو بيستخدمها. وبعد كده هبدأ اشيل الزيادات بتاعة القماش. الفكرة سهلة وبسيطة وعملية جدا. يا رب تكون الافكار دي بتعجبكم. وطبعا ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت جميل كده، لان كومنتاتكم الجميلة دي بصراحة بتشجعني جدا. ولو طبعا ما اشتركناش في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة اللي انا بعملها. زي ما احنا شايفين كده ببدأ اثبت اي جزء ما تثبتش بمسدس الشمع. اتبقى عندي الجزء اللي تحت نفس اللي عملته في فوق هثبته برضو باللي تحت بمسدس الشمع. واي جزء زيادة احس ان هو هيكلكع معايا ببدأ اشيله واثبت الباقي عادي جدا. وبعد كده هبدأ ازين بقى المنظم بتاعي. هو للأسف في جزء في الفيديو معرفش ما تسجلش ازاي، فانا حبيت اشرح لكم. ده خيط خيش وده كان شريط كده عندي، فحاولت بس اعمل بيه تزيين كده بسيط للمنظم. وكله طبعا بثبته بمسدس الشمع، وانا استخدمت المنظم في المشابك. ايه رأيكم؟